يا قلبي مش بيعملها خالص اصلا في اسماعيليه. على اسماعيليه جولة اكل الشوارع في الاسماعيليه. لو الفيديو عجبك وجاب لايكات كتير هنجرب في محافظات تانية. جولة اكل الشوارع الاسماعيليه. يلا انا كمان. بلد الاسماك والمانجا. الشعب هناك هادي جدا ولطيف. باريس الصغرى. هنجرب اكتر من مكان، كان لازم نجرب الفطار الاول. مطعم كوفو في الاسماعيليه بيعمل اكل حلو جدا، فقررنا نجرب الفطار عنده. الوجبه الاولى فيها فطير وعسل وبيض اومليت وجبنه خلطه وسلطه باقل من 100 جنيه، فول وبيض وجبنه خلطه وطعميه وسلطه وبرضه اقل من 100 جنيه. تجربه الاكل في المكان ده باقل من 100 جنيه كويسه جدا، بس الفطيره ما كانش طازه والطعميه كانت اكتر حاجه طعمها عجبني جدا. جامده. الفيو ده على الدايري كانت تحفه ورخيصه جدا، حتى الحمامات نضيفه. دلوقتي هناخد بعضنا ونروح نجرب العرب، تقريبا احسن من بلبن زي ما بيقولوا هنا. رز بلبن وموز وتفاح، وبعد كده بيحط فراوله وبيحط عصير مانجا فريش، بيحطوا كنافه وبسبوسه بشكل مظبوط جدا، بيحط من 200 ل 300 جرام ايس كريم، بعد كده بيحط عصير فراوله فريش. عامله بتاع نص كيلو. اهم حاجه ان هو حاطط بسبوسه وكنافه شايفينها، بس تعالوا ندول ايس كريم كده زوم بس الكلام. الكريم بتاعه قريب من بتاع ماك. بص هنحاول بس نجيب ايه، واحده ايس كريم وواحده فراوله. ما هو الموضوع صعب انك انت تشيل كل حاجه بمانجا فاهمين الكلام. جامد. هو يا جدعان صعب انك انت تاكله كله. جردل التحلية ده ب 55 جنيه بس، يستاهل انك تجربه في الاسماعيليه قدام مكتبه سوزان مبارك. بس 100 جنيه ممكن تاكلك ايه في اسماعيليه؟ 100 جنيه ولا حاجه بالنسبه لدوت. قبل ما نجربه كان لازم نروح اشهر مطعم ايطالي في اسماعيليه، ميلوديز. مش بيعملها خالص اصلا في اسماعيليه. على اسماعيليه على قالوا لنا ان هم هيخلونا نجرب بيتزا جايه من نابولي لحد الاسماعيليه، واتفاجئت من الخامات، والبيتزا ما بتاخدش غير دقيقتين بس في الفرن. البيتزا دي اسمها ايه؟ كارباتشو روز بيف. المكان ده بيقدم بيتزات ايطالي كتير، بس النهارده احنا اخترنا ناكل بيتزا كارباتشو. ايوه هنا كان لازم ندوق البيتزا بسرعه ونقيمها في الفيو الجميل ده. طعم البيتزا خيالي، تفاصيلها ومقاديرها تحفه جدا، حتى العجينه وانت ماسكها والحشو تحفه جدا. انك تاكل بيتزا ب 130 جنيه في فيو زي دوت في مكان زي دوت تحفه جدا. بس دلوقتي كان لازم نطلع على المكان اللي بعده. زي ما قلت لنا ان احنا في الجزء الاول ما جربناش اكله السمك، هنروح دلوقتي نجرب اكله السمك في اسماعيليه. خلاص بس بعد طبعا اما نجرب اللي احنا رايحينه. فعلا الاسماعيليه ممكن تخرج فيها من غير فلوس، وفعلا ممكن تخرج بفلوس. يلا بينا. وصلنا تسكانين اللي في البلاجات عشان نشوف اسعاره اللي عامله زي اسعار عربيات الاكل. 100 جنيه ولا حاجه بالنسبه لدوت. اتعمل لنا السندوتش بسرعه، كان لازم نطلع ندوقه دلوقتي. بصوا يا جدعان السندوتش عامل ازاي. ده مش عارف لانشون ولا بيف وجبنه وبرجر. هو ممتاز بالبرجر بتاعه. سندوتش جوسي طبعا باين على بقي، طبقات كتير، جبنه كتير موت، حاطط مشروم جوه. سعره نفس سعر عربيات البرجر بس محل طريق بلاجات. وبعد كده كان لازم نروح المكان اللي بعده. اكلات السمك في اسماعيليه تستاهل ولا لا؟ اخترنا نروح مسعد القماش. مسعد القماش بينزلك 7 انواع سلطات فور فري اول لما بتطلب الاكل، واول لما الوجبه نزلت قررنا ندوق الشوربه الاول. ندوق الاول الشوربه بتاعتهم اللي هي بتاعت الفي اي بي 1. كريمه كتيره ودسمه. هو الاصفر ده بيبقى ايه؟ مش عارف والله ولا لا. الشوربه كريمي جدا ودسمه ومليانه لحوم، تقريبا دي احلى شوربه شربتها في حياتي. وكان لازم نجرب الملوخيه قبل ما نبدا في الوجبات. بصوا يا جماعه احنا ندوق الملوخيه بتاعتهم، هم نزلوها لنا عشان خاطر نجربها. دي حاجه كويسه جدا من دي. والله بص قرب فيها ايه؟ جمبري. حاطين في الملوخيه جمبري من غير ليمون. جامده موت. بوري زيت وليمون، رز بالخلطه زي ما هو عليه، جمبري طازه، فيليه طازه، كفته، سوبيت. الاسماك في اسماعيليه تجنن فعلا. جامده. نجرب بقى الفيليه ديت. مش مليانه زيت والتتبيله فيها جميله جدا.
الوجبه كانت جميله جدا، السبيط والفيليه والجمبري، حتى الكفته الجمبري كانت تحفه، حتى السمك جميل جدا. انك تاكل وجبه زي دي ب 360 على الفيو دوت حاجه جميله جدا، لان المطعم فعلا يستاهل. دلوقتي خلينا نروح على المكان اللي بعده. يا قلبي. جبنا تاني. استنى عند عم عرباوي. ده ايه؟ دي بقى الطاسه. الطاسه مليانه بطاطس محمره وفراخ ستريبس كتير جدا، والخامات عنده نضيفه قوي. جبنه بارميجان، واحده ايطالي. جبنه، تاخد جبنه؟ ايوه. احسن وجبه بالنسبه لي في الاسماعيليه. الطبق ده كله عامل كام؟ عم عرباوي بيحط طبقات تانية، هلابينو وشيلي صوص ورانش، كل ده ب 150 جنيه بس، بتمن سندوتش في القاهره. ده كوردون بلو. ده الكوردون بلو، جبنه بارميجان. حتى سندوتش الكوردون بلو تحفه جدا ويجنن، بس دلوقتي كان لازم نساله هناكل ايه. على فكره احنا بنصور شغل الاوردرات، سماش برجر. بعد ما سوينا برجر في الزبده التتبيله الخاصه بتاعته، بدانا نحط طبقات الجبنه عليه، وبياخد طبق تركي وبيف زياده، بعد كده بينزل بالفراخ. العيش ده معجون بلبن وزبده. سندوتش بيتملي مايونيز وخس كتير جدا، وقبل ما يترفع بيتحط عليه رانش كتير جدا. سندوتش زي ده 80 جنيه بس. العنوان هنا ايه؟ 17 شارع رضا. راجل مجتهد وحاجاته حلوه جدا، بس كان لازم نسيبه عشان ندوق الساندوتش. عرباوي واحد بس. الشارع كله بياكل معانا تقريبا، بس يلا ادينا بندوق. جامد. حط بقى ايه؟ الفلو ده كده. تحفه يا جدعان. 80 جنيه تاخد برجر قد ده وفراخ زي دي. المكان ده يا جماعه لازم يستاهل. عرباوي. بعد كده طلعنا على اقدم جريل، الكوثر. من اقدم المحلات اللي فاتحه في اسماعيليه، بتعمل اكل جريلات وميكسات تحفه جدا. طلبت ميكس فاهيتا وطلبت اشهر سندوتش عندهم، جبنه مقليه عليها اضافه موتزاريلا. جبنه مقليه هناك شكلها تخين جدا وتحفه. جوسي جدا، موتزاريلا كتير. السندوتش يا جماعه معقد جدا. الكوثر مشهور بالسندوتش ده. جبنه مقليه ذهبي. بص الجبنه شوفها صح عامله ازاي. الاسعار كام؟ انا ما اقدرش اقول الاسعار كام لان الاسعار متغيره. تاني اكتر ساندوتش مشهور عنده. نجرب برضه عشان نبقى ايه. تاكل الكيس ان شاء الله. ولا اروع. بس دلوقتي كان لازم نروح المكان اللي بعده. اقرب ايس كريم اكلته اللي بتاع تركيا. احسن ايس كريم في اسماعيليه، المكان ده اكتشاف، فروحنا نجربه بسرعه. الصوص من فوق والصوص من تحت. حليب، ده حليب. بص بيشد ازاي، مش ميه. بامانه انت لازم تدوق. يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار ده لبن ده ولا ايه؟ يلا بينا. الحليب وقع. زي ما انتم شفتوا كل الحاجات بتتعمل باللبن هنا. وانت جاي هنا من محمد علي، جاي 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 كانك داخل نادي الشراع. المكان ده هتلاقيه هنا اهو. ده سر مخفي محدش يعرف عنه اي حاجه. محل بالجوده دي مستخبي، لازم فعلا تروح تجربه. ايس كريم، رز بلبن، زبادي. دوق انت الزبادي مثلا الاول عشان ايه؟ دي حته القشطه ديت بحته الزبادي زي ما انتم شايفين اهو. حضرتك بقى مقيم. انا باكل زبادي شويه ده ده بندق في دسامه، انا عن نفسي حاببها. تقيله. كل دي بس 15 جنيه. فاهم. وغير كده هتلاقي رزايه في بقك لو انت حضرتك. انت مصدوم هنا. الرز بلبن، الزبادي، كل حاجه تحفه. 15 جنيه ولا حاجه. بعد التجربه الجميله دي كان لازم نروح الجامعه القديمه عند جاست سماش. ابتدينا وقررنا نبدا. دبل 110 والتريبل 140. بس ايه اكتر حاجه بتتطلب تريبل؟ بس انت لما تيجي تحط بتحط كام صوص على الساندوتش؟ 4 صوصات. بداوا يجهزوا لنا السندوتش والبطاطس. ولا ايه؟ اسمك ايه؟ ريان. ريان ليه؟ ايوه الكلام. قلب يا ريس ولا يهمك. ايوه سيوه بطاطس. سلام. دوق بقى. الناس اللي في القاهرة لقيتها كتير. الصراحة الناس اللي في اسماعيلية اللي مجربتوش لقيتها كتير. كده يبقى خلصنا جولة أكل الشوارع في اسماعيلية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتعمل إعجاب وتستنى الفيديوهات اللي جاية.